يا مساء الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم القرص اللي بنجيبها من الفرن بالقرفة والسكر، والوش كمان بيبقى عليه السمسم ولا اروع، زي ما انتوا شايفينها طالعة كده زي الفل. للوصفة عندنا نص كيلو دقيق، عندنا نص كوباية سمن، وعندنا كمان 50 او ربع نقول كوب سكر، وكمان كيس خميرة اللي هي بتبقى 11 جرام او 10 جرام، ونص كوباية مية دافية ورشة ملح. وانا حطيت في الوصفة بالظبط عشان تعرفوا، خدت مني نص كيلو دقيق خد مني كوباية وربع مية دافية. اول حاجة في البداية انا حطيت نص كوباية السمن، حطيت معاها السكر والخميرة، وحطيت في البداية كوباية مية دافية. حطيت السكر وكمان هحط كيس الخميرة وهنزل عليهم بالمية الدافية. اهم حاجة تكون مية دافية ولا سخنة ولا باردة علشان التخمير ما يبص. حطيت الخميرة وكمان هنزل بالمية الدافية واقلبهم كويس جدا لغاية ما يختمروا او يندمجوا مع بعضهم. نزلت كوباية المية الدافية، قلبتهم مع بعض كويس جدا. بعدين هنزل الدقيق، نص كيلو دقيق بالظبط. حتى حطيت الطبق الاول على الميزان، شفت وزن قد ايه، وبعدين حطيت النص كيلو دقيق. علشان وصفاتك تطلع صح يبقى لازم مقاديرك صح الصح. خلاص حطيت، قلبت كويس جدا، دمجتهم مع بعض، ولا زبادي بقى ولا لبن بودر ولا اي حاجة، هي الفران بتعمل بالطريقة دي. نزلت الدقيق، بدأت ورشة الملح، بدأت ألم العجينة بإيدي وبعجنها لمدة 5 دقايق. أنا لميت العجينة كلها ودمجتها مع بعض وعجنتها لمدة 5 دقايق. ما بتحتاجش العجن كتير، يدوبك تلمي وتعجنيها مع بعض 5 دقايق. حسيت ان العجينة في ايدك، انت بتحسي، انت ميزان نفسك ومقدار نفسك. حسيت ان العجينة في ايدي محتاجة شوية مية دافيين كمان، حطيت لها وزودت لها ربع كوباية مية دافية. عشان كده بقول لكم من البداية الوصفة النص كيلو دقيق بالظبط هياخد منكم كوباية وربع مية دافية. انا العجينة حسيتها ناشفة مش عايزة تلم، يا دوبك اديتها ربع كوباية المية وبدأت ألم العجينة تاني. وبعدين شلتها من الطبق، حطيتها على الرخامة، على طبعا المفرش بتاع العجين، وعجنتها كويس جدا لمدة 5 دقايق. بدأت ألم العجينة هي مع بعضها على المفرش بتاع العجين. رجعتها تاني الطبق، سبتها لمدة 10 دقايق تختمر. 10 دقايق لأنها دي المرة الأولانية اللي هتختمر فيها، هي تختمر مرة تانية في الصاج. لميت العجينة خلاص، لميتها خالص، حطيتها كمان، هنحطيها في الطبق وتسيبيها تختمر لمدة 10 دقايق. هغطيها بفوطة، هسيبها، ولما يعدي الربع ساعة هرجع لها تاني وهنبدأ نشوف هيحصل معاها ايه. هلاقي العجينة طبعا عليت وبقت هشة وجميلة ودخلها الهوا. بعد الربع ساعة بالظبط أبدأ بقى أقلب الحشوات بتاعتي. ده عبارة عن مكسرات وزبيب، سكر ومعلقة دقيق، علشان ما يسيحش السكر وينزل في الصاج، فصعب جدا اللي انت تطلعي الفطيرة من الصاج. دي أول حشوة معايا. الحشوة التانية اللي أنا بعشقها طبعا السكر والقرفة، ومعاهم بردك معلقتين الدقيق علشان ما تسحش السكر. بعدين للفينش النهائي السمسم والدقيق والسكر. ده الطبق التالت، السمسم والدقيق والسكر، ده اللي هنحطه على وش الفطيرة. خلاص كده ال3 أطباق معانا جاهزين، قلبناهم كويس جدا، دمجناهم مع بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنلاقي العجينة اختمرت
وهنبدأ نقطعها قطع صغيرة على قد ما تقدري. يعني حوالي الفطيرة خليها مثلا 20-25 جرام علشان الفطيرة ما تبقاش كبيرة قوي. يعني بعد حتى ما قطعتها وسبتها على مفرش العجن، الكور اللي لقيتها كبيرة بدأت أقطع منها قطع تانية صغيرة وأعمل منها فطاير تانية. أهو الفطيرة تبقى صغيرة، يعني دي حسيتها ان هي كبيرة، بعد ما قطعتها في الأول رحت مقطعة منها قطع صغيرة. قطعت العجينة كلها وبدأت هحشي الحشوة. تبدأي تحشي حشواتك بقى زي ما انت عايزة. أنا عملت صاج كامل من القرفة والسكر لاني طبعا انا بحبه جدا، وعملت حوالي نص صاج، هي طلعت نص صاج التاني عملته ما بين سادة خالص علشان ولادي، وعملته ما بين مكسرات والسكر. اهو يا دوبك العجينة مش محتاجة اي حاجة، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة للوش. العجينة طرية جدا، هتلقط منك السمسم والسكر على طول والدقيق على الوش. هتبداي تشكلي زي ما انت عايزه بقى الكور الصغيره كده بالحشوات اللي انت عايزاها، بس تبقي عارفه انت حشيتي ايه في الصاج ده عشان ما تتلخبطيش. وبرضك العلب بتاعته في الاخر هوريها لك عامله ازاي. بتلمي كويس قوي العجينه من تحت علشان السكر ما يخرجش من العجينه ويلزق ويسيح تاني في الصاج، فهيبقى صعب جدا اللي انت تطلعيها من الصاج. هنبدأ بقى، حطينا انا اهو عملت نص الصاج بتاع القرفة والسكر، وده المرة دي هعمله بالمكسرات والزبيب وهحطه في صينية تاني لوحده. طيب بتدهني يا بسمة الصينية خالص ولا اي حاجة، بتحطيها على فرن درجة حرارة 200 وبتبدأي تسيبيها لمدة ربع ساعة. تفتحي عليها اكيد هتلاقي من تحت استوى. حسيتي اللي من فوق لسه ابيض، هتشغلي عليها الشواية شوية وعينك عليها، لان الشواية طبعا بتبقى غدارة فممكن تحرقلك في ثانية، لكن انت فاتحاها وعينك عليها. رصيتي الاطباق بتاعتك ورصيتي الصاجات بتاعتك. خلاص الصاج بتاعي هو بتاع القرفة والسكر، وكمان نص الصاج التاني بسادة ومكسرات. هتبدأي تغطيهم تاني لمدة 10 دقايق تاني يختمروا. هتشيلي الفوطة من عليهم وهتبدأي تكوني مشغلة الفرن زي ما متفقين على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، وتسيبيها لمدة ربع ساعة. بصوا انا لما شلت الفوطة حسيتي ان اكتمال الفطيرة اختمرت خلاص وبقت شكلها رائع جدا، وطبعا السمسم والسكر ماسكين فيهم وزي الفل. خلاص انا دخلت الصاج الاولاني الفرن، هو دلوقتي في الفرن، وبدأت اغطي الصاج التاني. مسحت طبعا المفرش العجين بمية بس، ما بيحتاجش اي حاجة، وبتبدأي تطبقيه وتشيليه لحين الاستخدام. وحطيت انا بقى الكستر بتاع الحاجات السخنة عشان هطلع الصاج اهو زي ما انتوا شايفين. انا لقيته استوى من تحت، شغلت عليه الشواية لمدة دقيقة، طلع زي ما انتوا شايفين. هتسيبيه يبرد، تغطيه طبعا بفوطة تاني عشان الوش ما ينشفش. هتغطيه بفوطة، ولما يبرد هتبداي تحطيه في العلب بتاعتك زي ما انت عايزة. بصوا الفطرايه من جوه عامله ازاي، ادي قرفه وسكر زي الفل. طلعت الصاج التاني، هو خد الوش من نفسه في الربع ساعه التانيه. ده اللي بالمكسرات والساده. هبدأ احطهم لما يبردوا خالص خالص خالص، هبدأ انقلهم في العلب بالغطا بتاعها، علشان لما ابقى عارفة بكتب على العلبة من فوق ابقى عارفة انا بسحب ايه. ده بالسكر، ده بالقرفة، ده بالمكسرات، علشان ولادك لما يجوا ياخدوا الحاجة اللي بيحبوها.